السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض المقلمه الحلوه دي. مقلمه شكلها شيك جدا وجميله وطريقتها سهله جدا وبسيطه، وبتتعمل بالورق الملون. كل اللي احنا محتاجينه هو فرخين ورق ملون مقاس 4A. هنختار بقى الالوان اللي احنا حابينها. انا وريتكم 3 الوان، اختاروا الشكل اللي انتوا حابينه. اول حاجه هجيب ورقه مقاس 21 سنتي في 21 سنتي. تمام، وهبدا ان انا اتنيها بالشكل ده. وبعدين هفردها واتنيها من الناحية التانية بالشكل ده. وبكده ادتني شكل كروس كده. وبعدين هبدأ بقى اتنيها بالطريقة دي. بتهيألي الطريقة موضحة نفسها يعني، تمام، مش محتاجة شرح. بعد كده بقى هبدأ اتني الأطراف. كل طرف هوصله عند المنتصف بالشكل ده. تمام، وبعد كده هبدأ اتني الطرف دوت عند الحد ده بالطريقة دي. والناحية التانية هكرر نفس الموضوع. وهكرر الموضوع دوت في الأربع جوانب. تمام. بعد كده بقى هتني الطرف ده عند الحد التاني اللي احنا عملناه. تمام، وهمسك الطرف اللي فوق وهتنيه عند الحد ده بالشكل ده. بيتهيألي الفيديو موضح زي ما قلت لكم، والفيديو موضح اكتر من الشرح. تمام، الجنبين بقى هتني الطرف ده بالشكل ده. والناحية التانية كمان. بعد كده بقى هفرده واتنيه عند الحد الاولاني اللي انا عملته، وبرده الناحية التانية نفس الشكل. هفرد بقى الجوانب. تمام، وهتنيها كده من فوق. هتتني معايا بكل سهولة لان احنا المفروض ان احنا عاملين مكان التانية. تمام، وهنا كمان. بعد كده بقى بصوا، هبدأ ان انا اتنيها كده من الجوانب. برضو هتتني معايا بسهولة لان انا تانية الاماكن دي اصلا. اهو هقفلها بالشكل ده. والناحية التانية هكرر نفس الموضوع. الجزء ده ممكن نسيبه كده، وممكن انا حابة ان انا اخفيه خالص، فهبدأ ان انا اثبته بالجلو. والاطراف هي مش محتاجة، بس انا برضو هثبتها بالجلو. لو ما عندكوش جلو ممكن نستغنى عن الخطوة دي خالص. تمام. بعد كده بقى هجيب مستطيل طوله 21 في 15 سنتي، وهبدأ اثبت عليه الجزء اللي انا عملته.
وبعدين هثبته كده وهمشي عليه بالقلم الرصاص علشان احدد بس مساحته قد ايه او حجمه قد ايه. تمام اهو هتنيه كمان عشان اشوف العرض قد ايه والطول قد ايه. هاخد المساحة بتاعته بالطريقة دي بعد كده بقى انا استخدمت مسطرة علشان اقدر ان انا اتني الحواف بسهولة وتطلع كويسة معايا ومستقيمة. هتني بقى الاماكن اللي انا حددت عندها هتنيها بالشكل ده. بعد كده هتنيها بالطريقة دي ولو في اي زوايد انا ممكن اقصها مفيش مشكلة. عاوز بقى الجزء ده جلو كده عشان اقفلها معايا. تمام وهنا بقى هبدأ ازينها باي شكل انا حباه. انا هستخدم مسطرة الدوائر وهبدأ ان انا ارسم دايرتين علشان تبقى العين. تمام هحاول كده يكونوا على نفس الخط على قد ما اقدر. تمام عشان ما تكونش واحدة لفوق وواحدة لتحت. اهو هبدأ بقى ارسم بقه. هرسم الاول بالقلم الرصاص علشان لو غلطت ولا حاجة ممكن ان انا اقدر امسحها واعدلها. تمام لو انا بقى متمكنة ممكن ارسمها بالقلم الاسود على طول. لو عندي قلم اسود او عندي قلم فلوماستر لونه اسود ممكن استخدمه. تمام وهبدأ بقى ان انا امشي عليه بالقلم الفلوماستر بالشكل ده. وهنا انا استخدمت القلم الكوريكتور علشان يديني ضي العين. لو ما عنديش ممكن استخدم اي ورقة لونها ابيض والزقها بالجلو. تمام هبدأ بقى افردها كده. بكده المقلمة تكون جهزت معايا هدخلها بقى بالشكل ده. احط بقى فيها الاقلام. هتاخد معايا اقلام كتير جدا. احطها بقى كده على المكتب بتاعي. هتبقى حلوة قوي وشكلها شيك جدا وجميل. وده كده كان فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.
ومع السلامة.